السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح فطوركم ومرحبا بكم في بودكاست همسات وبقالات. اليوم جبت لكم حكاية قديمة كانت تتقال زمان. كان يقولوا في بعض سهرات رمضان عندما تجتمع النسوة حول البقال تكون اسم بنت في عمر الزواج، ويقولوا مثلا هذا فال فريدة، وتبدأ البقالة وبقالتك تقول يا فريدة أنو عقده، بسم الله بديت وعنبي صليت، وليك هاد البقالة نويت. الشمس الغربة غدوة ترجع تشرق، وسفينة الأحباب بعون الله تفوت وما تغرق، والتبسيمة في وجه كل حبيب إن شاء الله تبرق، آمين يا رب العالمين. وكان الاسم يقال بصوت مسموع كأنها إشارة يفهمها أهل الحي أن هناك بنت للزواج. لم يكن هذا إحراجا ولا إعلان مباشر، بل تلميح خفيف بطريقتهم الخاصة بالرمز والكلمة. هل كانت هذه عادة فعلا أم مجرد حكاية شعبية كبرت مع الوقت؟ لا نعرف أكيد، لكنها تبقى صورة من صور الزمن الجميل التي كانت فيه الكلمة توصل الرسالة بلا ضجيج. قولوا لي، سمعتوا بهذا الشيء من قبل؟ انتظروني في الحلقات القادمة، نبدأ بقالات على حسب الحروف والأسماء. اكتبوا لي أسماءكم في التعليقات. صح سحوركم وفي أمان الله.